شكرا جزيلا لك أستاذ عماد الخفاجي. أستاذ أحمد عباس، الباحث في الشأن السياسي والقانوني، هل إن معايير اختيار الناخب للقائمة الانتخابية ذاتها تنطبق على معايير اختيار الناخب العسكري أو الأمني؟ بالتأكيد. شكرا ابتداء أستاذ عمر على الاستضافة، وتحياتي للأخوة ضيوف. بالتأكيد العسكري هو مواطن عراقي ابتداء. يعني العملية أيضا إذا يعني ذهبنا للمسكوت عنه، اكو علاقة تماما ما بين الوعي الانتخابي والرأي العام، علاقة متبادلة. الرأي العام كلما كان مستنيرا كلما شكل وعيا انتخابيا أفضل، والوعي الانتخابي بالنتيجة أيضا سيساهم في النظام الديمقراطي في تشكيل الرأي العام المستنير. لا شك أنه يعني توصيف اللحظة هي اللحظة لم يعني يصل الرأي العام إلى مرحلة أنه إلى النضج الكافي لعملية بحكم يعني النهايات الكارثية للنظام الدكتاتوري وبداية فوضى النظام الديمقراطي. هذا مشكل يعني على حد تعبير جرامشي صراع القديم المحتضر والجديد المتعسر، ما الضاغط على جمهور الناخبين. جمهور الناخبين أيضا محكومين، يعني البعض لاحظه من خلال الأحاديث نحن غير محكومين بالاعتبارات والمقاييس والمعايير اللي تحكم الجو الانتخابي، لا، نحن أيضا محكومين بهذه الاعتبارات. لا شك أن هناك كثير من أوراق الضغط على الناخب، هي يعني مثل عامل ضغط الوقت، انه ضروري نروح الفاصل. ضغط الوقت يعني ممكن نروح الفاصل، فاصل ونعود لكم. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم من جديد. عودة مرة أخرى إلى الأستاذ أحمد عباس، الباحث في الشأن السياسي والقانوني. نعم أستاذ، لتكمل وجهة نظرك فيما يتعلق بالمعايير، أيضا هناك يعني من يتحدث عن أنه هل يتحدد ولاء المؤسسة العسكرية والأمنية بحسب توجهات كل فرد، أم أن هناك تفكير جمعي يحرك الولاء ويحدد الخيارات؟ يعني ممكن بشقين هذا، يعني انه اكو شوكه ادبيه يعني للسلطه العليا، ايضا يعني هذه تحرك بشكل او باخر مزاج المنتسب لهذه المؤسسه، لكن يمكن ايضا عندنا اجابه. يمكن وزير الدفاع تم ترشيحه وزير داخليه في انتخابات سابقه ولم يحصل على يعني اقل من 3000 صوت. اذا الموضوع برمته ليس حاكم تماما، يعني عباس، ما حصل والناس سمعوا بي وشافوا، قسم منهم يعني منهم استاذ عماد ويجوز المتحدث ايضا، ان نسمع اغاني وطنيه على راسي. بالعكس، الوطن وطننا والبلد بلدنا، بلد الجميع بكل الاطياف وبكل الانتماءات، تمام. لكن ان تسمع اغاني تتغنى
شخص واحد بيوم الانتخابات للأسف ما أقول لك أنه في حالات يعني رصدت أنه هذا ما يذكرنا غير بيوم الاستفتاء وبال 99.9 بالعشرة. هذا الموضوع لا هذا استاذ يعني الجو المزاج العام لازم الناخب يروح دون اي ضغط. ممكن هذا يفسر بالمعايير، هاي واحده من وسائل الضغط، وهذا يعني الناخب يجب يعني معايير أن تكون باللحظة، يكون هذا جدا في جو انتخابي. هذه معايير انتخابات النزيهة. يعني لماذا يتهم الناخب في العراق بضعف الوعي الانتخابي؟ سؤال جيد استاذ عمر. يعني انا قلت اكو اوراق، يعني اكو اوراق ضاغط على الناخب الان، والسياسيين يقودون النخبه السياسيه، الطبقه السياسيه تقول نحن نطارد وعيا معينا عند الناخب، بدليل صار عملية تجميع أكبر كم من الأصوات. أوراق الضغط هي هاي الصراع على الهويات واضحة، يعني الصراع على الهويات الضغط يضغط عن الناخب وما يعطي لحظة التجرد والحيادية في انتخاب يعني ما يناسب بالإصلاح. هناك أيضا جو من صراع يعني بالمسكوت عن أستاذ عمر، صراع المدينة والريف موجود، يتضح تماما في الانتخابات المحلية. في الانتخابات المحلية أكيد أكو معايير تختلف بعض الشيء عن الانتخابات الوطنية. هناك أيضا نعم انتخابات وطنية، لكن على المستوى البلد بكامل، قصدك انتخابات النيابية. بلي. أشكرك أستاذ أحمد عباس خفاجي. أستاذ أحمد عباس، ألا ترى أن الوعي في العراق تشكله الأحزاب؟ لا أعتقد هذا، لأنه الأحزاب أيضا هي في مشروع تأسيسي الآن، وهي أساسا جزء من يعني من شحن الوعي العاطفي والغرائزي الآن.
لا لا لما أقول لك أنه الوعي في العراق تشكل الأحزاب قد تدفع باتجاه إيجابي وقد تدفع باتجاه التجهيل وتغييب الوعي في أحيان. هذا واضح. يعني قلنا قبل الانتخابات في مرات انه سوف ياتي الجو الانتخابي وياتي معه الجو المشحون. واضح نتيجه انقسام المجتمعي، نتيجه يعني صراع الهويات. فالكتل السياسية المعبرة عن هذا الانقسام المجتمعي تحاول أن تديم وضع يفترض أن يكون استثنائي وشاذ. إذا ماكو يعني الانقسام مو مجتمعي، هناك من يسعى إلى إيجاد هذا الانقسام. يعني ما في يوم مثلا والجو هادئ والدنيا ربيع على قولة هذا الجو بديع، ويجي واحد يقول لك والله بالشارع شوف احنا بيناتنا انقسام مجتمعي يا اخي وكذا كذا. مو لولا ان يظهر المسؤول الفلاني او المسؤول الفلاني ويحدث هذا الشحن استعداد للانتخابات. استاذ عمر، هم السياسيين النتائج لقوى اجتماعية في اللحظة. هذه القوى الآن مدفوعة عاطفيا، نقول مدفوعة بأسباب يعني أسباب يعني شكل الثقافة السياسية اللي ساد يعني من عقود، وبالتالي حصل ما حصل. الآن السياسي يحاول أن يؤبد هذا الوضع، يحاول أن يديم هذا الوضع. يعني معركة سميها معركة بقاء في مشروع تأسيسي. النظام الحزبي لم يتشكل بعد، النظام الانتخابي متنقل ولم يتشكل بعد، وهذا النظام الانتخابي والنظام الحزبي هو عماد النظام الديمقراطي. هم في هذا المشروع التأسيسي كل الأحزاب، يعني كل الكيانات الفاعلة والمتنفذة تحاول أن يعني تستمر في البقاء، تقرأ الخريطة خريطة الوعي وتتعامل معها. ماذا عن
ال- الم- المثقف الآن تحدث الدكتور عبد الرحمن، اكو عملية، يعني عملية من السلبية الآن، عملية من الانزواء، واحد منها هي قال هاي إشارة يعطي إشارة كروز للورقة الانتخابية. هذا كلام دا ينقال الآن في الشارع. سأذهب للانتخابات لأعطي إشارة إكس. هذا يعني هذا حالة من التمرد على أنه لا يوجد صراع قوي للبرامج والكتل لحد اللحظة لم يعني لم تنضج الرأي العام، ولم تنضج حتى نفسها بطرح مشاريع، يعني مشاريع وبرامج انتخابية. أحمد عباس، دكتور عاجي، هذه الكراسة تابع المواضيع، بس هذا دفاع عن شكرا جزيلا لك، لكن خليني أتحول للأستاذ أحمد عباس. هناك من يقول أن القوائم لا تحتاج لبرامج، بل إنها تقدم لنفسها ما يشد الانتباه بالنسبة للناخب. ممكن أن يكون اللي يشد الانتباه الطائفية، ممكن تكون الشعائر، ممكن تكون الولاء الحزبي، ممكن يكون موضوع البعث، ممكن يكون المعتقلين، ممكن يكون التظاهرات والوقوف ضد من التظاهرات، أي شيء، أو بالوقوف مع التظاهرات. شو رأيك؟ تماما، يعني أستاذ عمر، وأنت أبدأ من حيث انتهى أستاذ عماد. يعني هل السؤال، هل المرشح هو المسؤول عن عملية البرنامج الانتخابي أم الكيانات السياسية؟ نعرف عملية أنه الكيانات السياسية هي مجموعة تنتقى بطريقة ما لتشكل كيان، لتدخل ضمن يعني حسابات. المسؤول باعتقادي هي الكيانات السياسية الأذرى يفترض بشؤون
الحراك. ايضا اهم ملاحظه استاذ عمر، يقال انه مجالس المحافظات هي مجالس خدميه. لا، هي مجلس سياسي ايضا، ومجلس يقدم الخدمات ايضا. هذا ننتبه له انه يميز عن مجالس البلديه. فيفترض كان بالكيانات السياسيه اللي لمسناه في انتخابات سابقه بشكل مرحله جنينيه اوليه سميها، كان مجلس الاعلى مثلا يطرح في الجنوب صلاحيات اكثر للمحافظات على حساب الحكومه المركزيه. في هذه المحطه لم نشهد هذا، يعني يعني بالمطلق نشاهد كم من الصور ودعاية انتخابية هي عملية أقرب إلى الاستجداء، أقرب إلى العلاقات الاجتماعية، وهذا بالتالي داخل مفصل العشيرة هنا، ومفصل أيضا يعني راح يكون عنوان الانتخابات القادمة العشيرة، وجزء من السلبية هي تحرك الوعي الانتخابي. طبعا هذا رأيك ونعتز برأيك، لكن هناك آراء